يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح العسل على احلى واغلى متابعين على قلبي. النهارده بقى رجعنا لكم بروتين جميل جدا 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 بعد غيبه طويله قوي 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 قوي. تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد، ويا رب الفيديو يعجبكم. ويلا نبدا الفيديو مع بعض. طبعا كان في عندي غسيل منشراه غامق، فشيلته لاني كنت طبعا حاطه دوره في الغسيل ابيض. هغسلها. حبيت بقى ايه اشيل الستاره كده، وعشان النهار يدخل لنا كده وتبقى في هوا كده هو مفيش شمس عامه، بس يبقى فيه هوا كده ونور ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه منور الدنيا. بصوا لقيت البلكونه مليانه، والله مش هتصدقوا، الشاي الناشف ده مليلي الجدار. طبعا انا هكنسها واعملها. بصوا السما كانت جميله اوي، اليوم ده كان حلو جدا جدا، الجو كان روعه روعه روعه. بصوا طبعا انا البلكونه حاطه فيها كراكيب، يعني ما اي بلكونه فيها كراكيب يا جماعه. بصوا بقى شكل الريسبشن كان عامل ازاي. كنت جايبه شويه حاجات كده من عند العطار. مكرونه بقى ورز وفيجيتار وعدس وكان عندي غسيل عايز يترتب. وبصوا الدنيا عامله ازاي بجد، يعني الله يعيننا والله العظيم ثلاثة. بصوا بقى المفاجأة الكبرى، المطبخ بجد، المطبخ يعني اقول لكم ايه، انتوا شايفين طبعا بعينكم. بصوا المنظر، بصوا منظر المواعين ومنظر الحاجة ادي الحاجة اللي أنا قلت لكم عليها، جبتها بقى في المطبخ عشان افضيها. والله بجد ربنا يكون في عوننا ويقوينا جميعا، والله العظيم ثلاثة. يعني الواحد بيحس ان المطبخ المواعين والغسيل دول فعلا بيتكاثروا. يا رب يجعله دايما يا رب، ويخلي لنا ولادنا ويبارك لنا في عمرهم. بقول لكم على الرف ده حلو قوي. بصوا الرف ده فكرة حلوة، يعني تحطي عليها شوية حاجات كده. وبصوا الدورة الابيض اللي قلت لكم عليها. خلصت بقى المواعين، طبعا مش هينفع اجيب معاكم لان المطبخ صغير جدا جدا جدا، انا ما بعرفش اقف فيه، فما بالك بقى احط الستاند واصور. خلصت المواعين ودعكت البوتاجاز، بس كانت شايله السجاده غسلاها علشان كان عندي الصرف بتاع الاوتوماتيك مغرق لي الدنيا ميه، فما فرشتهاش بصراحه. اخش بقى دلوقتي على الانتريه انفضه تنفيضه حلوه كده. انا مش فرق كنت انا ليا للكنبه كفر. بس مش حطاه بصراحه. انا قلت ايه على دخلة رمضان كده، اللهم بلغنا رمضان يا اللهم امين يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رجب والاشهر الحرم دي اشهر جميله جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فقلت قبل رمضان كده مع ترويقه حلوه افرش بقى المفارش بتاعت رمضان، وافرش بقى اللي هي الكفر ده بتاع الكنبه. انفض بقى برضو الكراسي واعدلهم. يعني ايه تنفيضه كده ايه، ترويقه على الماشي حلوه، يعني ان انا كنت لسه طبعا منفضه تنفيضه كبيره. عجيب بقى المعقم اللي انا بعمله ده حلو جدا يا جماعه، كوريكس الوان على خل على ميه دافيه، بجد يا جماعه بيخلي الحاجه ريحتها تحفه بتلمع. في تعقيم بجد والله، فعلا جربوه حلو قوي 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 قوي. اشيل بقى الحاجات اللي على ال سي دي وامسح برضو زي ما قلت لكم، مش هحط مفارش يعني على دخلة رمضان بقى. امسح بقى كده التراب يا جماعة بجد فظيع في كل حتة. تبقي لسه مسحة ومروقة تلاقي تاني يوم عندك تراب. فبجد حاجة بقت فظيعة اوي التراب ده. بصوا انا عمالة امسح لان كل ما امسح الاقي تراب. بصوا بصوا كمية التراب بقى، يعني بجد والله الحتة كانت لونها اصفر بقت سودة. ارجع بقى كل حاجة زي ما كانت. انا حاطه الواي فاي هنا. لان من هنا لاوضه الاولاد مسافه، يعني فمشي مسافه طويله. فقلت اخليه احسن في الريسبشن على ال سي دي. بس هي الشبكه ضعيفه جدا بجد. بس كده ارجع كل حاجه مكانها. بقول لكم الراديو ده انا زعلانه جدا جدا جدا. كان شغال حلو يا جماعه، مره واحده قطع معرفش ليه. مش عارفه بقى العيب في ايه، عايزه اخده للراجل يعملهولي، لان بجد انا ما بقدرش اقعد من غير اذاعه القران الكريم، بحس ان روحي رايحه بجد مني والله. هجيب بقى المكنسه المكهربه كده واكنس. بصوا بجد المكنسه دي بتوفر علينا مجهود ووقت وكل حاجه، مع اني عندي اليدويه.
بس بكنس بيها السيراميك بقى، بتبقى سهلة في السيراميك، لكن بجد دي روعة. بجد يعني بتضيق يعني، مش بتوفر وقت زي ما بقول لكم، وتوفر مجهود. وبتلم طبعا كل التراب بقى اللي على السجاد بقى، ولو في فتل والكلام ده كله. هكنس بقى السجادة كده كلها. مع ان السجاد ده يا جماعة اللي انا متجوزة بيه ده تقيل جدا جدا جدا، انا ما اقدرش اشيله دايما يعني. هرجع بقى كل حاجة زي ما كانت. ما كانش عندي مناديل يا جماعة، عشان ما تقولوش علبة المناديل فاضية، ما كانش عندي مناديل. دلوقتي بقى همسح اللي هو البيو ده. انا جبت هنا طبق الفاكهة، لان المطبخ عندي زي ما انتم شايفين صغير جدا جدا جدا، فمش هينفع جوه، فاضطريت ان انا احطه هنا على البيو في الريسبشن. بس كده بصوا بقى، مطرح القشر السفندي والكلام ده كله بقى، يعني ابني ربنا يخليه بقى يفرع علينا الفاكهة، والباقي اللي هو ده يسيبه ما يشيلش حاجة. ربنا يا رب يهديهم جميعا ويخليهم لنا، يبارك في عمرهم. انا حبيت امسحه بحتة فيها مية، بصوا بيلمع بجد بيلمع، لان الحتة اللي كانت معايا اللي هي مسحت بيها اسودت زي ما قلت لكم. بصوا بقى الجمال، بصوا الدنيا راقت. و هنا بقى في السفرة برضو عكنس السجادة التانية، هي شبه الأولانية، وانا جايبة اتنين، والمشاية دي انا متجوزة بيهم. يعني دول يا جماعة بقالهم 19 سنة عندي السجادتين دول. والمشاية كان نوعهم سلطانة. طبعا اللي من 19 سنة اتجوز معايا هيعرف ان السلطانة دي كانت اعلى ماركة وقتها، كانت جميلة